جويل حاتم طليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي. أنا يا قاتل يا مقتول، وهفضح عيلتك وهكشف المستور ومش هسكت. يا مقتول ما رح اسكت، ما رح اسكت، يعني ما رح اسكت. وانتوا احلى شي تعملوه انه تعملونا خوته كرمال مصالحكم وهوادفكم. نشرت جويل حاتم مقطع فيديو بعد تهديدها بالقتل، وكشفت عن تصريحات بخصوص زوجها وأبو ابنها الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي. وقالت جويل حاتم: أنا هفضحكم أمام الإعلام، وهفضح خبايا وأفعال جورج، ومش هسكت غير لما العالم كله يعرف حقيقتكم البشعة. فتحت جويل حاتم النار على عائلة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، وهددتهم بفضح وكشف المستور لأنهم لن يتوقفوا عن اتهامها بالتورط في مقتل جورج. انتوا بتعملوا قلق علشان مصالحكم الخاصة والشخصية. وقالت جويل حاتم في مقطع الفيديو ان جورج الراسي كان لديه ملف بالمحكمة العسكرية في لبنان، وعلشان تتأكدوا روحوا اسألوا في السفارة الأمريكية علشان تعرفوا هي قالت له ايه قبل أسبوعين من وفاته. وأجبروني اني اتجوز جورج علشان كنت حامل منه، رغم اني كنت عارفة انه هيكون زواج فاشل لاني حملت منه بالخطأ وانا ما كنتش عايزة اطفال. وقالت جويل حاتم طليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي: أنا لم أفقد عقلي كما يقولون، وعندي جميع الأدلة والوثائق التي تؤكد كلامي، وبكرة تعرفوا حقيقة جورج الراسي وعيلته. دول منافقين خدعونا بالحزن والبكاء، بس أنا مش هسكت وهفضحهم كلهم. مش هم عايزين يورطوني بقتله لجورج؟ هنشوف مين فينا اللي هيضحك في النهاية.